بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رحت اشتري بيض من واحد بقال في المنطقة الوسخة اللي أنا ساكن فيها، اللي هي من أيام مبارك كده لحد دلوقتي سايبينها فوضى. أي واحد عايز يفتح بقال، وبالذات الفلاحين والصعايدة اللي هم جهلة، ولا ليهم في البيع ولا في الأكل، والحكومة سايباهم. المفروض الحكومة، أنا أؤيد القرار بتاع الحكومة اللي هو يعملوا تراخيص أمنية للمحلات دي. شاف فيها ناس لمامة يعني. التجارة بقت لما أي واحد عايز يفتح بقال بتاع أكل ملوث، أكل بايظ بيفتح. يعني أنا بلاقي ساعات علب زبادي منتهية الصلاحية يبيعوها للناس، ألاقي بيض بايظ. واحد بقال حاطط ترابيزة بيض وفي بايظ النهارده بقى الحاجة اللي خلتني بقيت يعني هتشال. البيض غالي ورضينا بنشتري غالي. راح اشتري كرتونة وبنقي، الراجل مش عايزني انقي، واتخانق معاه واتخانقت معاه وكنت اكسر له ام المحل. فانا رأيي ان لازم الحكومة تعمل قانون جديد، ان البيض ده ما يتباعش كده سايب او حتى بكراتين، لا، ده يتعمل مصانع لفرز البيض، مصانع للبيض بس زي اليابان كده. في فيديوهات خش شوفوا البيض ازاي بيتاكل في الدول المحترمة النظيفة. هتلاقي عندهم مصنع بياخد البيض، يحطه على مكن بينقوه، يشوفوا اللي باظ من اللي ما ينفعش، ويتم ختمه ووضعه في علب محترمة ومقفولة متبرشمة، والناس تشتري بقى من السوبر ماركت. وأيضا منفعش الفوضى اللي هي في المناطق الشعبية دي بالذات، مليانة بقالين وبتوع عطارة كده، يعني بالعبيط كل اللي عايز يفتح، وكلهم جايين من محافظات بعيدة يعني. ناس مش من مش من القاهرة ولا الجيزة ولا القليوبية، دول ناس جايين من محافظات تانية، وعيال فلاحين معفنين كده، في لا مؤاخذة يعني، قصدي الفلاح يا جماعة. ليه بنتريق عليه وبنشتمه؟ إنه اتدخل في حاجة مش بتاعته. من ساعة ما الفلاح ساب الزراعة ونزل في المدينة، بقى يدخل في تجارة مش بتاعته، فتلاقيه عاكك الدنيا، تلاقيه كده بني آدم مش بني آدم، تلاقيه بحاجة كده مرقعة يعني. كأن جاب حتة من واحد فرارجي، على واحد جزار، على واحد لبان، واقف عامل لك نفسه باشا. فده وتلاقيهم عيال صغيرة ساعات، وعيال جهلة وعربجية، وفيهم سوابق خريجي سجون، وفيهم جهل مالهمش في التجارة دي. ليها أصول وليها صنعة، فيها ناس محترمة كانوا زمان معروفين بالبقالة. يعامل الناس باحترام، يبيع الحاجة نضيفة مفيهاش حاجة بايظة. فده لازم. أنا أهو بقول لكم، حتى الحكاية دي فيها سبوبة للحكومة وللسيسي، أنا بقول له اقفل كل البقالين دول، وانزل اجردهم وخد منهم فلوس، واعمل لهم تراخيص ان شاء الله شهرية يجددوها. واللي تلاقيه مش واعمل مواصفات لمحلات البقالة، يبقى كل محل ليه منظر معين وبضاعة معينة، وتفتيش كل أسبوع كل شهر كده على المنتجات اللي هي خلصة، بالذات في المناطق العشوائية الضيقة اللي هم حواري ضيقة دي. يا ريت البوليس ينزل بوزارة التموين يقفلها لهم، وتمنعوا أي واحد بقال بيبيع بيض، صدروه منه كسروله في وشه إن في بيض بايظ، وده غلط على صحة المواطن. لأن ده هيضطركوا، الناس هتعيا وانتوا بتقولوا الناس بتعيا من ايه، ويزود فاتورة العلاج على وزارة الصحة وعلى الدولة، واحنا اللي ندفع. الناس بتعيا من ايه؟ من الأكل البايظ. فلازم يبقى في رقابة شديدة. برضك العيش الأفرنجي اللي هي غير مطابقة للمواصفات، المفروض في مواصفات. تتفرجوا على الفيديوهات بتاعت الدول المحترمة زي كوريا، هتلاقوا المطابخ بتاعتهم كلها شبه بعض، نظيفة جدا، مكان معين، مساحة معينة، المطبخ هتلاقيهم زي بعض. المطاعم كده، مطاعم الفول والطعمية لازم يبقى كله لابس كمامة وطاقية وممنوع يشرب سجاير وهو بيعمل سندوتشات. أنا شفت هنا. أرجو الفيديو ده يوصل، يا ريت حتى السيساوية يوصلوا الفيديو ده للحكومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.